ازيكم؟ انا مشكلتي بسيطة، بس خايفة التصرف اللي انا اعمله ده ارجع في يوم من الايام ان انا اندم عليه. خلينا نخش في رسالة على طول بتقول ان انا جوزي مسافر برا، وانا متجوزة في بيت بابا، وحماتي قريبة مني جدا بعمرتين تلاتة. بتقول ان حماتي عارفة ان انا بروح الشغل الساعة كام وبرجع منه الساعة كام. اول ما بروح البيت بلاقي حماتي على طول جايلنا بتشوف محتاجة حاجة ولا لأ، وفي نفس الوقت بتعزمنا على الغدا وتقعد معانا قعدتها ساعة زمن وتروح مروحة، وتروح راجعالي تاني بالليل تفضل قاعدة معايا على طول في كل أسبوع القصة دي، ولازم كل جمعة أروح أقضيها عندي. أنا مش عارفة هي بتحب أولادي جدا وبتحبني ولا لأ، وفي نفس القصة إن ده ابنها الوحيد، فمش عارفة هل هي فعلا كده بتحبنا أنا والأولاد، ولا ممكن تكون بتراقبنا وهي عايزة تعرف كل تفاصيل حياتي. محتاج أعرف ده، هل ده التصرف اللي أنا فيه أو اللي بتعمله حماتي ده صح، ولا في حاجة أنا مش فاهماها وده الطبيعي. طيب خليني أفكر حضرتك، لو حضرتك أول مرة تشوفني أتمنى من حضرتك إن تكون موجود عندي في القناة، وده شرف ليا إن أكون موجود. واكيد طبعا حضراتكم هتقولوا رأيكم في الكومنتات وانا برد على كل الكومنت بتاعت الناس. اما بالنسبة للرأي، بصي، يعني انا بستغرب ان الستات لما يكون عندها حما قوية او شديدة ما بيعجبهاش، ولما يكون عندها واحدة طيبة زي دي وكويسة جدا وبنت اصول برضو ما بتعجبهمش. طيب بص يا ستي، هي اكيد طبعا زي ما انتي ما بتقولي ان ده ابنها الوحيد، يعني كفاية عليها ان هي تكون موجودة وحيدة في بيتها. فايه المانع ان هي بتتونس بعيالك وبيكي وعايزة ونس معاها في البيت، يمكن بتعوض ان ابنها اللي مسافر دوت بولاد ابنها وبيكي. ده ابسط حاجة خالص، وفي نفس الوقت احسن الظن، يعني هي لو وحشة اكيد هتعمل لك مشاكل وتكلم جوزك وهتفضل تقوله مراتك بتعمل ومراتك بتسوي. وفي اعتقد ان انتي ما ذكرتيش ده في الرسالة، الست طيبة وجميلة يعني. اما في الست بتعمل كده بتعزمك عندها، انت بتقولي ان انت مثلا وليكن ان انت عايزة تراجعي للاولاد في يومين الاجازة وتقعدي، ايه المانع ان انت تودي الاولاد هناك وتذاكري لهم يوم الجمعة؟ اعتقد ان مفيش اي مشكلة. وكمان انت بتقولي لما بتيجي تمشي بتقول ان لا لازم ان انا اقعد، ما تروحيش، هتروحي تعملي ايه هناك؟ طيب هي عايزة تتونس بيكم. اعتقد ان انا عملت فيديو بموضوع السن ده، لما الست بتبقى قاعدة لوحدها بتبقى محتاجة ونس ازاي، واعتقد ان هي بتعوض ده بأولاد ابنها وبيكي.